بيكم في استوديو مصر من قلب مصر، وخربشة فنية مع مروة صالح. غنت الفنانة ليلى مراد أغنية من أجمل أغانيها، وهي ليه خلتني أحبك. الأغنية اتولدت بالصدفة خلال حوار فكاهي بين الموسيقار الكبير كمال الطويل والشاعر الكبير مأمون الشناوي. في منزل الموسيقار كمال الطويل اجتمع عدد من الأصدقاء، وكان بينهم الشاعر مأمون الشناوي، لكن الشناوي كان مرتبط بميعاد وحب انه يترك الأصدقاء، لكن صديقه كمال حاول منعه ودار بينهم حوار كوميدي، وقال له الطويل: انت يا اخي تقلان ليه؟ اكمني بحبك يعني؟ رد عليه الشناوي وهو بيضحك: هو انا ذنبي انك تحبني يا اخي؟ فرد كمال الطويل: طبعا ذنبك، انت اصلا تتحب يا مأمون، ليه خلتني احبك يا اخي؟ الحوار كله كان دعابة، لكن الشاعر مأمون الشناوي قال لصاحبه: والله ده ينفع مطلع أغنية، ليه خلتني أحبك. فرح كمال الطويل وعرض تلحين الأغنية بعد استكمالها، وفعلا كملها الشناوي وقال فيها: ليه خلتني أحبك، لا تلومني ولا عاتبك، فين تهرب من ذنبك، روح منك لله. ولحنها صديقه وغنتها الفنانة ليلى مراد، وعاشت الأغنية على مر الأجيال. استنوني كل يوم 4 وخربشة فنية. أنا مروة صالح في استوديو مصر من قلب مصر.